كده انت وصلت معانا للأسئلة المهمة جدا، أسئلة بما تفسر. وعايز اقول لك الأسئلة دي برضو مش هيخرج منها الامتحان. يعني انت لو ذاكرت وحفظت الأسئلة دي يبقى انت كده ضامن بما تفسر في الامتحان. جميل. هنبدأ بالسؤال رقم واحد. كثرة الموانئ الطبيعية بالسهول الساحلية في قارة أوروبا بما تفسر ليه؟ أقول له بسبب كثرة تعريج السواحل وكثرة الجزر التي تساعد على انتشار الموانئ. جميل. السؤال الثاني. تعرف هضبة التبت في آسيا بسقف العالم. إجابة بسيطة جدا، بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. طيب. 3. قلة أهمية أنهار شمال آسيا في فصل الشتاء. بكل بساطة هقول له لأنها تتجمد خلال الشتاء. طيب. 4. تعد حشائش السافانا حقيقة حيوان طبيعية. أقول له لأنه يعيش بها أنواع مختلفة من الحيوانات آكلات العشب زي الزراف والفيل والفيلة، وأخرى أكلات اللحوم زي النمور والأسود. طيب. 5. تنوع الحياة النباتية في إقليم المناخ الجبلي. بكل بساطة هقول له بسبب ارتفاع السطح وكمية المطر. 6. نشأة السلالات البشرية المختلفة بما تفسر. هقول له الإجابة دي طويلة بس عشان لازم تكتبها عشان تاخد الدرجة كاملة. بسبب انتشار الإنسان في قارات العالم المختلفة، خاصة قارات العالم القديم أواخر عصر البليستيسيون، ومع استقرار الإنسان في هذه البيئات المختلفة بدأ يتأثر بها ويؤثر فيها، فظهرت اختلافات في الصفات الوراثية ميزت كل مجموعة من البشر، ومن هنا نشأت السلالات البشرية. طيب. 7. العرب ليسوا من سلالة واحدة بسبب اختلاطهم مع السلالات الأخرى بعد حدوث الفتوحات والهجرات على مر التاريخ. جميل. 8. زيادة نسبة الجنس المغولي عن 40% من سكان العالم. ليه؟ هقوله لأنه النسبة الكبرى من سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق آسيا ينتمون إلى السلالة المغولية، وهم أكثر دول العالم. بعد كده هنخش على السؤال التاسع. عدم وجود شعب بالكامل من سلالة واحدة. أقول له بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. جميل. 10. ضيق السهول الساحلية بشكل عام في قارة أفريقيا. ليه؟ هقول له بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل. طيب. 11. اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. ليه؟ لأنها تتوزع وفقا لتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها السكان في كل دولة. طيب. 12. ضيق السهول الساحلية بشرق استراليا بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. 13. ضيق السهول الساحلية غرب قارة أمريكا الجنوبية. ليه؟ أقول له بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. طيب. 14. تسمى الغابات النفضية بهذا الاسم. ليه الغابات النفضية بتسمى بهذا الاسم؟ بكل بساطة أقول له لأن أشجارها تنفض أوراقها في فصل الشتاء بسبب البرودة الشديدة. جميل. 15. يتميز حوض الأمازون بارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار طوال العام. هقول له لأن هذه المنطقة تقع في نطاق إقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار طوال العام. 16. تركز السكان في منطقة البحيرات العظمى بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل بساطة أقول له لأنها منطقة ذات موارد اقتصادية ضخمة. جميل. 17. تركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. أقول له بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى مثل نيويورك. جميل. 18. وجود عدد كبير من زنوج أفريقيا في الأمريكتين. هقول له بسبب تعرض عدد كبير من الزنوج الأفارقة للهجرات الإجبارية للأمريكتين. ليه؟ قال لك ضمن تجارة العبيد التي كانت سائدة في الماضي، وذلك للعمل فين؟ في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون في الأمريكتين.
جميل. 18 كده 19. انخفاض معدل الوفيات في مصر، طبعا بسبب الرعاية الصحية والاهتمام بصحة الأطفال. طيب 20. قلة عدد السكان في سيبيريا ليه؟ بكل بساطة طبعا هقول له بسبب برودة الجو. 21. قلة عدد السكان في سهول الأمازون بأمريكا الجنوبية، أقول له بسبب وجود الغابات الاستوائية. طيب 22. قلة عدد السكان في المناطق الشمالية في قارة أوروبا ليه؟ أقول له بسبب شدة البرودة برضو. 23. ارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا، أقول له بسبب زيادة عدد كبار السن. جميل. 24. ارتفاع معدل المواليد في قارة أفريقيا، ليه أفريقيا فيها مواليد كتير؟ هقول له بسبب انتشار الأمية في معظم دول القارة، والاعتماد على الزراعة البدائية والرعي، وانتشار بعض العادات والتقاليد السلبية زي إيه؟ قالك مثل الزواج المبكر والرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء. طيب 25. وصلت نسبة التعليم في مصر إلى 65% من السكان، ليه؟ هقول له بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحله المختلفة، وجهود الدولة في مجالات محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى تحفظوا الأسئلة دي صم، لأن بإذن الله هتلاقوها في الامتحان. وبالتوفيق ليكم، وانتظروا بإذن الله الجزء الثاني من مراجعة الدراسات الجغرافيا، وإن شاء الله انتظروا مراجعة التاريخ. والتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.